هل لك أن تجمع بين الظهر والعصر إذا اشتد عليك البرد أو المغرب والعشاء؟ الجواب نعم. إن كان في المسجد صلينا الظهر والعصر، وإن كان في بيتك أيضا صليت الظهر والعصر، وكذلك المغرب والعشاء. أولا عندنا حديث ابن عباس في الصحيحين قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، وفي رواية ولا سفر. قال ابن عباس: أراد أن لا يحرج على أمته، وجاء بضبط آخر: لا يحرج أمته، أي لا يجعلهم في حرج، لا يجعلهم في حرج، وهذا حرج كبير، هذا حرج. أنا والله أكلمكم لأمر وقع أنا التمسته. ذات مرة خرجنا دعوة إلى الضليعة وكان في شدة البرد، ثم بعد ذلك الظهر صلينا في البيت وأكرمونا غاية الإكرام، العصر صلينا في البيت، المغرب والعشاء لابد أن نخرج، وخرجنا ونحن والله في برد شديد. هم قد ألفوا معهم شالات، الشال هذا يستعمله في كل شيء، فمعهم شالات، والشاهد من ذلك أنه قد يشق عليك. فإذا كنت من أهل هذه البلد لست مسافرا لك أن تجمع، لكن تصلي تماما من غير قصر، تصلي تماما من غير قصر. منها أيضا يعني من الأدلة على ذلك على الجمع جاء في مصنف عبد الرزاق أن ابن عمر جمع مع الناس في ليلة باردة المغرب والعشاء بسند صحيح.